السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا في اتم الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا لا فيديو ديال اليوم. مرحبا بكم في قناة شهوات مع جيهان. وصفتنا اليوم ان شاء الله فغادي نشارك معكم بغرير ناجح 100% بدون اختمار. صراحة هذا البغرير ديال تحمر الوجه كيجي رائع وزوين بزاف. غادي نحضروا معكم ان شاء الله بدون دقيق ابيض وكذلك بدون سميد، توجدوه للفطور توجدوه للكوتي والضيوف ديالكم، علاش لا؟ فعلا كيستحق التجربه. هاد الوصفه هادي خصوصا للمبتدئات او اللي ما كينجحش معها البغرير، فعلى ضمانتي باذن الله فغادي يعني تتبعي معايا غير المقادير وطريقه التحضير مضبوطين، وان شاء الله غادي تحصلي على نفس النتيجه. وبلا ما نطول عليكم ندوزو مباشره نشوفوا المقادير وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. فغادي نبداو على بركه الله. فغادي نحتاجو دقيق القمح الكامل، فغادي نحتاجو هنايا جوج ديال الكيسان. انا هنايا كنعبر معكم بالكاس ديال العنبه. ممكن تستعملوا اي كاس عندكم يعني تعبروا به، يعني اللي غتعبروا به من النواشف غتعبروا به حتى السوائل. هنا ضفت جوج كيسان ديال دقيق القمح الكامل مع كاس ديال دقيق القمح الصلب اولا المعروف بالفينو اولا السميد الناعم جدا. فانا كنضيف كذلك كاس. هنا بالنسبه للدقيق القمح الكامله البنات، فانايا هنا ما عنديش بالنخاله ديالو، الا كانت بالنخاله ديروه بالنخالته ماشي مشكل. عندي هنا معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه كبيره ممسوحه من السكر السنيده ولا السكر الحبيبات، ممكن تعوضوها حتى معلقه كبيره من العسل ماشي مشكل. الا بغيتوا البغرير ديالكم هكا كيجي محمر، ضيفوا له هاد السكر اولا ضيفوا له العسل مع معلقه صغيره ديال الملحه. فغادي نخلطوا النواشف مزيان مع بعضياتهم بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نضيفوا سوائل. بالنسبه للماء البنات ضروري الماء كيكون غير دافي، يعني دافي ما يجيش للسخونيه باش ما يطلق لكمش الخيوط او يعني ديك الخيوط من تجيو كطحنوا. فانايا كنضيف الاول 3 ديال الكيسان ديال الماء اللي تيكون هكا غير دافي، غير واحد شويه ماشي بزاف. كنخلطوا في الاول هكا بالفوي مزيان بهذا الشكل هذا، كنخلطوا مزيان بهذه الطريقه هذه. هنايا كيف ما كتشوفوا معايا هنا القوام راه مازال ثقيل، يعني هنا مازال غادي نزيد الكاس الرابع. انا غادي نخلي لكم المقادير مكتوبه في صندوق الوصف. شفتوا معايا هذا هو القوام المطلوب. فدابا غادي ناخذ يعني الكاس ديال الخلاط واللي غادي نخوي فيه هذا الخليط ديالي كامل، وممكن تستعملوا غير يعني تخدموه غير بالميكسور ماشي مشكل. فهنا غادي نخلط مزيان واحد المده يعني ما بين 3 حتى ل5 ديال الدقائق وانتم كطحنوا. وشوفوا معايا هنا ملي كدير داك الحفيره في الوسط غتعرفوا بلي انا الخليط ديالكم هو هذاك، يعني ما ثقيلش. الا كان ثقيل كتلقاو داك الحفيره مسدوده، يعني هنا تعرفوا بلي ان الخليط ديالكم ثقيل بزاف. فانايا كنحاول انني نطحنو مزيان مزيان، كنعطيه الوقت ديالو الكافي حتى كنحس بلي انه تطحن مزيان. شوفوا معايا انا غادي نوريكم يعني حتى كيطلق لنا دوك الفقاعات بهذا الشكل هذا. من بعد غادي ناخذ واحد الكيس من خميره الحلويات اللي الوزن ديالها 8 غرام. غادي نضيفها يعني حتى كنطحن عاد كنضيف داك الكيس ديال خميره الحلويات تلتالي عاد كنضيفها كامله. عاوتاني غادي ندوز عاوتاني غادي نطحنها المره الثانيه، يعني ماشي بزاف لواحد المده ديال دقيقه حتى لجوج ديال الدقائق، وغادي نرجعها للبول غادي نفرغها. شوفوا هنايا القوام ديال الخليط ديال البغرير كيفاش جا، يعني ما كيكونش ثقيل بزاف وفي نفس الوقت ما خفيفش. كتشوفوا معايا هنا ما كيكونش خفيف بزاف. وهنا غادي نحتاج واحد الليمونه اللي غادي نعصروها، كتجي واعره بزاف، كتجي هاد البغرير كيجي خفيف وكله متقب وزوين بزاف. هنا ممكن تستعملوا الخل الا بغيتو، ممكن تستعملوا الليمون الحامض. الا كان داك الليمونه فيها الماء فاستعملوا غير يعني استعملوا غير النص، الا لقيتوها هكا شويه ناشفه استعملوها كامله. فانا هنايا تبارك الله فيها الماء، فانا استعملت غير النص. كنعصرها مزيان كندير داك الشبيكه باش ما يطيحليش داك العظم تما صافي. ودابا غادي نخلط
نخلط هكا غير بالفوي واحد التدويره هكا خفيفه باش كيتفاعل ليا مع الخميره ديال الحامض، كيتفاعل لينا مع الخميره اللي درنا في التالي. وهنا غادي نوريكم القوام ديالو. شوفوا يعني انا زدتها معكم هنايا بالمغرف باش تشوفوا يعني المغرف هنايا يعني ما كتجيش هكا مغسوله، باش تعرفوا لان القوام ديال الخليط هو هذاك. يعني فقط غير تبعوا معايا غير المقادير من الاول حتى التالي، وان شاء الله غادي تحصلوا على النتيجه المطلوبه واللي باغيينها نتوما. فدابا غادي ناخذ واحد الكيس بلاستيكي هكا ولا هاد بابي كويسون، وغادي نغطي عليها وغادي نخليها ترتاح واحد المده ديال 5 دقائق حتى ل 10 دقائق، ماشي مشكل. يعني غير لما يعني غير كتطلع فيها غير واحد شويه الخميره. انا هنا كان عندي الوقت الكافي وخليته يرتاح واحد شويه من غير ما بين 5 حتى ل 10 دقائق، ماشي بزاف. صافي نوجد المقيله ديالي ونخليها حتى كتسخن ونبدا نطيب البغرير. صافي وكنطيبو بكل سهوله الصراحه، كيجي رائع وزوين بزاف. كان عندكم الوقت خليوه يرتاح ماشي مشكل، ولا طيبوه هكا يعني خليوه ضروري يرتاح واحد المده ديال 5 دقائق حتى ل 10 دقائق وبداو طيبوه فيه. صراحه كيجي البغرير زوين بزاف بزاف بزاف. كيف ما شرحت لكم في الفيديوهات السابقه بلي ضروري انا البغرير كنطيبو على على عافيه اللي هي عاليه مرتفعه واحد شويه، يعني حتى كنشوفها انها بدات يعني كتقب كامله بهذا الشكل. شوفوا معايا كيفاش ما شاء الله كيفاش كتجي كلها متقبه بحال شي شهده. واحد الخفه فيها ما نعاودش لكم كيفاش كتجي خفيفه بزاف بزاف. وكنبدا نقص ليها على العافيه وكنخليها كتحمر شويه هكا من التحت. داكشي علاش انا ضفت لها السكر، حيتاش كتعجبني داك اللون اللي كيجي هكاك محمر من التحت. ما كتعجبكمش داك التحميره اللي كتجي من التحت ممكن تستغناو على داك السكر. صراحه راه يعني من اول يعني مين بديت كان من اول بغريره هو كيتقب ما شاء الله حتى للتالي. وكان هذا هو الشكل النهائي. راني دهنته هكا بشويه ديال الزيت العود، ترافقوه مع العسل مع الزبده بلديه اي حاجه عندكم. فالصراحه كيجي خفيف وكيجي رائع وكيجي زوين. وجربوه حتى بهذا الحامض اللي شاركت معكم، الصراحه كيجي رائع. وتاكلوا شي حاجه هكا اللي صحيه وشي حاجه هكا اللي زوينه ودغيا كتوجد بسرعه. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا باللايكات والتشجيعات ديالكم وتبارطاجيو لا فيديو الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم. شكرا لكم بزاف بزاف على حسن المتابعه، واللي جربت فيكم البغرير فتخلي لي الراي ديالها. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.